ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن ازاي نضيف ال CSS في صفحة ال HTML. طيب احنا عندنا عشان نضيف ال CSS في صفحة ال HTML بنضيفها من خلال ثلاث طرق. طيب احنا عندنا اول طريقة الاكسترنال CSS. الاكسترنال دي بيبقى فايل خارجي انا بعمله، بيبقى مثلا ستايل دوت سي اس اس، والستايل دوت سي اس اس ده فايل بكتب جواه السي اس اس بتاعتي كلها، الستايل بتاع الصفحه بتاعتي كلها، وبربطه بصفحه ال HTML. تاني طريقه معايا اللي هي الانترنال سي اس اس. ده بيتكتب ازاي؟ بيتكتب داخل الهيد، داخل عنصر الهيد، وداخل عنصر الهيد بكتب عنصر تاني اسمه ستايل. طيب جوه عنصر الستايل ده ببدا بقى اكتب الستايل بتاعي. طيب تالت طريقه معايا وهي الانلاين سي اس اس. ده بيبقى لو مثلا انا عندي عنصر الاتش 1 مثلا وعايز اعدل عليه، بكتب جواه الستايل بتاعه. طبعا هنشوف الثلاث طرق دول من خلال الكود ان شاء الله. يلا بينا نبدا. طب تعالى بقى نبدا مع اول خطوه معانا. احنا عايزين نستخدم واحده واحده كده. نبدا بالانلاين ستايل. هنبدا نكتب اول عنصر معانا وهو مثلا الاتش 1، وهنكتب مثلا جواه هيلو. انا دلوقتي عايز اعمل ستايل للعنصر ده، فاحنا اول طريقه معانا هنعمل ستايل للعنصر ده عن طريق الانلاين ستايل. الانلاين ستايل بتاعنا فاحنا هنكتب جواه الستايل على طول. ماشي، ازاي بقى؟ انا هاجي اقول له دلوقتي انا عايز مثلا الفونت بتاعك، هكتب ستايل وهقول له انا عايز الفونت بتاعك مثلا الفونت سايز بتاعك مثلا 50 بكسل او 40 بكسل، 50 او 40 بكسل. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. مجرد ما نسيف خلينا نكبر شويه، فزي ما انت شايف كده او زي ما انتم شايفين كده الخط كبر. دي اول طريقه معانا اللي هي الانلاين ستايل. طيب تعالى بقى نغير الطريقه دي ونشوف طريقه تانية. هنكتب مثلا هنا باراجراف، ومثلا نكتب اسلام. تاني طريقه معانا هنستخدمها اللي هي الانترنال. بنكتب جوه تاج الهيد بكتب ستايل، جوه عنصر الهيد بكتب عنصر تاني اللي هو الستايل، عنصر ستايل. ونقفل ده ونكتب بقى مثلا انا دلوقتي عايز اشتغل على البي، فهقول للبي انا عايز البي ده اللي هو الباراجراف، انا عايز مثلا اكبر الخط واغير اللون، فهنكبر الخط. هنكتب مثلا فونت سايز هنخليه 60 بكسل، والكالر هنخليه اي لون مثلا. تمام، فدي تاني طريقه معانا. طيب تالت طريقه معانا بقى، باجي برضو جوه عنصر الهيد وبستخدم اللينك عشان اربط ما بين ستايل سي اس اس او الفايل اللي انا عامله. انا عامل هنا فايل للستايل ببقى مجهزه على طول، وبكريت جواه ستايل دوت سي اس اس جوه فولدر الستايل ده، مجرد بس عمليه تنظيميه يعني. فكل اللي انا هعمله هنا هكتب اللينك بتاعي، ده هيبقى عنصر اللينك بيتكتب كده، ادي اللينك، وجواه الريل او ريليشن بتبقى ستايل شيت، والاتش ريف بتاعي المكان بتاعه بقى ببدا انا اعمل ايه؟ الدوت والباك سلاش، واختار بقى انا محدده جوه الستايل، وادي الستايل دوت سي اس اس. طيب هعمل انا ايه بقى؟ هروح جاي رايح جوه الستايل بتاعنا، وهنكريت بس كمان او هنكتب كمان عنصر تبقى جوه باراجراف، برضو جوه عنصر الباراجراف هنكتب جواه مثلا 3 مثلا. تمام. طيب كتبنا احنا تالت عنصر معانا. احنا بقى ايه عشان نحدده صح؟ هنديله بس اي دي او كلاس. تمام، فهنديله كلاس مثلا برضو 3، وهنيجي هنا هنقول له دوت عشان احنا مختارين كلاس دوت 3، وهديله لون ريد مثلا، وهغير برضو السايز بتاعه، فونت سايز هديله الفونت بتاعه هنصغره شويه هنخليه 30 بكسل. فدي كده تالت طريقه معانا اللي هي الاكسترنال. احنا المفروض نمشي على انهي طريقه في الثلاث طرق دول؟ احنا المفروض نمشي على الاكسترنال سي اس اس، لان الاكسترنال فايل ده بيبقى منظم اكتر. وممكن مثلا انا دلوقتي لو عندي الصفحه بتاعتي فيها لينكات كتير مثلا، يعني مثلا انا عندي اكتر من صفحه، يعني مثلا الويب سايت بتاعي بيبقى فيه اكتر من بيج، فانا مثلا هروح جاي على الصفحه الاولانيه مثلا الهوم، واعمل لها فايل لصفحه الهوم مثلا، هيبقى برضو فايل HTML وفايل CSS خاص بصفحة الهوم. وهاجي على صفحة مثلا الاباوت برضو اديها صفحة لوحدها اللي هي الاباوت، وبرضو CSS يبقى ليها صفحة لوحدها. فعشان اقدر اميز واخلي الويب سايت بتاعي كده منظم في كتابة الكود، فهخلي كل ده كل فايل لوحده، ال HTML وال CSS مع بعضهم، عشان بس الدنيا تبقى منظمة وسهلة، عشان لو عاوز تعدل اعرف اعدل بسهولة. طبعا احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو كنت مستمتع بالحلقة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.